السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم أمين. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض تخزين الكرنب، طريقة سهلة جدا. الحقوا هاتوه دلوقتي، على فكرة سعره دلوقتي يعتبر رخيص عما هيجي قدام. يعني هو حاليا الكرنباية مثلا اللي انا جايباها دي تعمل لها 15 جنيه، بالنسبة لقدام شوية كده هتلاقيها ب20 وب25. وكمان زي ما احنا متعودين ان الشتاء الواحد بيبقى بردان فيه والجو ساقع كده، فالحاجة لما بتكون موجودة عندنا في الفريزر يعني بتبقى يعني بتسهل علينا حاجات كتير. طبعا انا معاكم ان الكرنب لما بيتعمل طازة، اللي هو المحشي لما تكون طازة بالكرنب بتاعه، بيبقى طعمه ألذ بكتير جدا. بس ساعات الواحد بيبقى يعمل محشي مثلا ايه، ورق عنب او بدنجان وكوسه وفلفل، بيبقى محتاج جنبه ممكن يعمل ايه حله صغننه كده كرنب. فمش هنروح نجيب بقى كرنبايه كبيره بقى ونقطعها لسه ونسلقها ونخروع والحوارات دي. فيبقى عندنا ممكن ايه يفي بالغرض اللي احنا عايزينه في الوقت ده. زي ما انتوا شايفين كده انا بخروعها ازاي بطريقه سهله جدا جدا. جبنا السكينه وقورناها من النص كلها كده، وابتدينا نشيل ورقه ورقه، يعني باتجاه الورقه تشيليها بالراحه كده هيطلع معاكي، مش هيتقطع خالص. طبعا هتكوني مسخنه ميه على النار، انا بحط فيها حبه كمون صغننين، عشان بس ايه الريحه بتاعت الكرنب ما تبقاش مديه ريحه وحشه في الشقه او كده. بيبقى الريحه بتاعته سهله معانا شويه، ما تبقاش مديه الريحه الصعبه اللي احنا عارفينها بتاعت سليق الكرنب ده. اسهل طريقه ممكن تقطعي بيها الكرنب هي اللي انا بقولك عليها، وتخزني بيها كمان بطريقه سهله جدا. على فكره مش هيهدر معانا كتير خالص، وهنشوف دلوقتي ازاي مش هيهدر معانا. ناس كتير عندها مشاكل ازاي تخروع الكرنب او تخزنه او تقطعه يعني. توصلنا للطريقه دي. في ناس بتقطعه زي ما بنقلب الكرنبايه كده وبنقطعها مكعبات او مربعات زي ما بيقولوا. انا جربت الطريقه دي قبل كده، طلعت لي حبة حلوين، ولكن هدرت معايا برضو كتير. يعني انا برضو جربت دي وجربت اللي انا بعملها دي، وجربت طريقة تانية كانت امي وامهاتنا جميعا، ربنا يبارك في امهاتكم يا رب اللهم امين، وارحم والدتي يا رب العالمين، كانوا بيعملوها برضو وكنت حاساها بتهدر. لكن الطريقة اللي انا بعمل بيها دي حلوة قوي، مش بتهدر خالص الكرنب معانا، بتطلع لنا اكبر كمية من الورق. وبنشيل بس العنقود الناشف ده، ما بيبقاش يعني ايه عامل مشاكل خالص، بيبقى سهل جدا. انا كده كنت خلصتها بقى، وديت اللي هي اللي جوه القطعه الصغننه بتاعتها انا باخدها زي ما هي كده، بسلقها زي ما هي. وهتتفرغ معاكي بسرعه، يعني الميه السخنه اصلا هتخليها تتشد منك بسرعه حتى جوه الميه، او ممكن تشيليها براحتك بره لما تبرد. المهم انها هتبقى معاكي يعني مش هتبوظ ولا حاجه. بصوا بقى ده اللي كان ممكن يبقى ايه وانا بعمل قطعه اتقطعت ولا حاجه. انا كنت سلقت كده كله خالص وتسيبيه خالص لحد ما يبرد تماما معاكي. هنا بقى كان برد، لو انت مستعجله عليه على فكره ممكن تحطي تحت الميه الساقعه عليه ميه من الحنفيه جاريه يعني، هيبرد معاكي بسرعه. انا هنا بقى سبته لحد ما برد. شوفي بقى دي ورقه الكرنبايه بحالها، يعني ما شلناش منها حاجه. هنشوف دلوقتي هنقطعها ازاي بطريقه سهله جدا، مش هتهدر معانا كرنب، مش هتاخد مننا وقت، هتطلع لنا العنقود الناشف ده بس، وهنستفيد بكل ورقه الكرنبايه نفسها. الكرنب بقى غالي، واللي هيجيبه بعد كده يا جماعه هيبقى غالي، والله نصيحه الحقوا عينوا منه شويه دلوقتي. وعلى فكره هو ما بيقعدش كتير، يعني انت ما شاء الله مجرد ما بتلاقيه قدامك جاهز بتشديه من الفريزر وبتشتغلي على طول وبتعملي محشي زي ما انت عايزه. شو بقى انا تنيت الجزئين على بعض، ان شاء الله الصوره تكون موضحه لكم يعني. وهنعمل بالسكينه كده من الطرف، هتكون العنقود الناشف ده بس هو اللي هيتشال، والباقي زي ما انتم شايفين هنلفه نبرمه على بعض رول كده. بس هنظبطه عشان التقطيعه تبقى مظبوطه مع بعضها. وعلى فكره حتى لو اتقطعت قطع صغيره ما بتترماش، بتتعمل برضو، بتتعمل وتتعمل. بتتلف رول بقى زي ما انت شايفاها كده، وتتقطع 3 قطع او 4 قطع او قطعتين حسب ما انت عايزه الصباع، كبير او صغير. ده حسب راحتك انت يعني. هقطع معاكم دلوقتي واحده كمان، دلوقتي واحده كمان عشان برضو اللي ما خدش باله تتقطع ازاي. اسهل طريقه ممكن تقطعوا بيها الكرنب، مش بتاخد وقت والله بجد. بالنسبه زي ما بيقولوا الخروعه بتاعته، ان انت تشيليه يعني من بعضه، سهله. يعني هو الموضوع سهل، انت بس تحطي السكينه من حوالين الراس كده من فوق، واعملي حواليها دايره. وبعدين هتلاقي بقى حاولي تشيلي الورق من تحت كده بالراحه، بالاتجاه بتاعه، ما تشيليش عكس الاتجاه طبعا، وتاخدي بالك الورقه اللي عليها الدور انها تتشال ايه. وساعتها هيطلع معاكي زي ما انت شايفاه كده، مش هيهدر منك خالص، وهيطلع الورقه بورقتها، وهيطلع معانا سليم ومش هيتقطع مننا نهائي. ده بقى اللي انا قطعته، هنكمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي معانا.
انتوا عارفين احنا ممكن دلوقتي نجيب على قد ما نقدر ونعين برضو لرمضان. انتوا وقت رمضان لما يجي الواحد ما هيحس ان الكرنب مش موجود، وفعلا لما رمضان بيبقى مقرب، اللي هو ما بلغنا رمضان يا رب، باحس إن هو يعني بينتهي من السوق أو بيختفي، أو ناس تبقى عايناه ومخزناه عشان تبيع لِك الكرنباية ب30 جنيه وب25 جنيه. أنا مش عارفة إيه الحقيقة ساعتها، يعني هو موسم والناس كلها تبقى محتاجة تعمل محشي فيه، فليه أنتم بتغلوا؟ فإحنا ممكن نعمل دلوقتي ونجيب ونقدر نعين على فكرة، والله مش هيقول لأ خالص. بس أنتِ اعمليه كده، ولمّا تسلقوه يا جماعة ما يتسلقش جامد، يعني مجرد ما بتنزّلوه في المَيّة المغلية. طبعًا المَيّة تكون مغلية لسه على النار زي ما أنتم كنتم شايفينها، ما بنطفيش عليها النار خالص، تفضل النار عالية عليها، لإن أصلًا الكرنب نفسه لمّا بينزل فيها بتحسي إن هو بيهدّي المَيّة أو بيبردها شوية، فطبعًا النار لازم تبقى عالية عليه. وهننزّلها مجرد ما نحس إن الورقة يعني إيه، إحنا منزّلينها ناشفة، تحسي إنها طرت معانا جوّه المَيّة، بتشيل على طول، يعني ما بتقعدش كتير الكرنب جوّه المَيّة عشان إحنا هنعينه في الفريزر. وalready أصلًا التلج نفسه كمان بيحاول يعني إيه، بيطرّي الحاجة معانا، فما بنسلقوش جدًا. بنسلقه يعني إيه، نُص سليق كده أو ربع سليق. الكرنب ما بيحتاجش سليق كتير، بيكمّل سواه جوّه المحشي اللي هُم بتعمليه محشي، وبيكمّل سواه لو أنتِ حاطاه في الفريزر. في التلج طبعًا بيسويه شوية، فما بنقعّدوش كتير في المَيّة المغلية، بيتساب يا دوبك تحسّي إن الورقة طِرَت معانا خالص كده. فكده خلاص بقى تمام، وبتشيليه بقى وتسيبيه يبرد زي ما أنتم كنتم شايفين. دي كانت الكمية كلّها معانا، طلع معانا رول زي ما أنتِ شايفة أهو. هتفرديه وقت ما تطلّعيه من الفريزر وعايزة إن أنتِ تحشي يعني، هتطلّعيه زي ما هو كده. طبعًا أنتِ هتعيني في الأطباق حسب الكمية اللي أنتِ هتحبي تستعمليها. ولمّا تطلّعيه قبلها مثلًا ب3 ساعات أو حاجة. لو أنتِ مستعجلة عليه طلّعيه من الفريزر، وخلّي المَيّة مش مغلية، خلّيها مَيّة دافية شوية، وانزلي بيه في بولة وعليه مَيّة دافية. هتحسي إن المَيّة تلّجت معاكِ. لمّا المَيّة تتلّج كبّيها وارجعي حطّي مَيّة تاني من الحنفية، أو مَيّة دافية برضه، مش مَيّة سخنة، مَيّة دافية، بحيث إن هي تدوّب معانا التلج بسرعة، وفي نفس الوقت ما تهريهوش. وهيطلع معانا بنفس الطريقة دي. يبقى أنتِ كده خزنتِ الكرنب بطريقة حلوة أو سهلة وبسيطة، وما خدتش مننا وقت، وما هدرناش من الكرنب على فكرة كمان خالص نهائي يعني. عايزة أقول بقى اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو يا ريت يعمل لايك وسبسكرايب لمطبخ أميرة وريماس، وحطوا لنا كومنت حلو كده عشان إن شاء الله الفيديو يترفع معانا، عشان بإذن الله تستنونا في فيديوهات تانية. شايفين بقى الكمية اللي طلعت من الكرنباية كلها؟ ممكن الحتة الصغننة دي على فكرة لو أنتم مش حابين تسلقوها أصلًا، ممكن تخلّلوها بتبقى حلوة جدًا، جدًا في التخليل. والعناقيد دي هو ما ينفعش إنها تتخلّل دلوقتي، أنا ما احبش أخلّلها دلوقتي، أخلّلها وهي لسه ناشفة. بس لو حابين تخلّلوها دلوقتي ممكن تخلّلوها عادي، ما بيحصلّهاش حاجة، مَيّة وملح وحبّة خل وتمام كده، وهتقعد معاكم أسبوع وتبقى زي الفل. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.